السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مفك. لو ما اشتركتش معانا أو أول مرة تشوفني يا ريت تشترك معانا في القناة. دعمكم ما بيخسركش حاجة وبيفرق معانا كتير. الفيديو ده اتطلب مني أكتر من مرة. أنا عملت الفيديو بس ما عملتوش شرح تفصيلي، فناس كتيرة استفسرت مني ده لدرجة الناس بتوقفني في الشارع بتقول لي مشاكل الإعلانات الفيديو اللي بتجي في الموبايل. الإعلانات مش بتخلينا نعرف نستخدم الموبايل، إعلانات فيديو على طول ورا بعض عاملة لي مشكلة كبيرة، ما بقدرش أمسك الموبايل، فناس كتيرة بتضطر تفرمت يعني والناس كتيرة بتنصحها بالفورمات. فطبعا اللي بيفرمت بيخسر الداتا بتاعته سواء كاسماء كرسائل كصور، البيانات كلها على الموبايل بتاعه بيخسرها، يا اما بقى بيقعد ينقل البيانات دي ويجي ينزلها تاني، حوار كبير يعني. فاحنا جايبين حل بسيط وقوي، والحل ده كمان هشرحه لكم في الفيديو ده بالتفصيل. يعني اللي شاف الفيديو اللي فات ما فهمش او ما عرفش او في نقطه وقفت معاه، لا المره دي انا هشرحه لك بالتفصيل على الشاشه تمام دلوقتي، وهبتدي معاك بالتفصيل خطوه خطوه، وجبت لك موبايل مصاب بفيروس الاعلانات عشان نشوفه، وهوريك ازاي كمان الفيروس الاعلانات شغال، وهنشيله مع بعض. يلا نصلي على النبي ونبتدي الفيديو. موبايل مصاب بفيروس الاعلانات. انا هبتدي ان شاء الله هوريكم الاعلانات بتعمل ايه معانا، بس احنا دلوقتي عشان نبتدي خطوات الاصلاح. تمام، عشان نبتدي خطوات الاصلاح مع بعض هنبتدي ان شاء الله هنفتح متجر جوجل بلاي. يعني هندوس على هنفتح متجر جوجل بلاي. تمام، ونكتب ونعمل في السيرش بتاع المتجر، هنكتب اب واتش برنامج. شايفين الاعلان بقى؟ ادي الاعلان ظهر عندي. تمام، الاعلان ظهر عندي. شايفين اعلان فيديو، مش قادر انا لا اقدر اخرج من الموبايل ولا اقدر بتاع، مستني غصب عني يخلص. خلص بالعافيه، خرجت منه ودخلت اكمل برضه، هبتدي تاني اهو. يعني حتى الموبايل مش عارف استخدمه بسبب الاعلان اللي هو بيظهر ده. ادي اب واتش. تمام، هيبتدي يعمل معانا سيت اب على البرنامج. هيبتدي يعمل معانا سيت اب على الجهاز. بعد كده خلاص اهو فتح، هنعمل فتح. هنا بقى بيشرح لك الفيديو، بس احنا عشان نشرح ببساطه يعني. اشوفه دخل معانا في الاعلانات. احنا عاوزين اهم حاجه نوصل لحاجه اسمها بدء الرصد. هنفعل خيار بدء الرصد، وهيدينا صلاحيه، يقول لك الوصول، ندي للبرنامج الصلاحيه بتاعته، الوصول للبرامج، ونديله سماح. بعد كده يا جماعه اهو انا كده الجهاز بتاعي اطلع من البرنامج خالص وكل البرامج، واستنى اول اعلان يشتغل. اهو اول اعلان اشتغل، شايفين كده؟ ادي الاعلان اشتغل كده. انا هطلع من الاعلان ده. اول ما يخلص الاعلان هطلع منه، هروح ابص افتح برنامج اب واتش. يعني مستني كده برنامج لغايه ما بالعافيه اهو بحاول اطلع منه، مش راضي يطلع معايا، مخليني مش قادر استخدم البرنامج اساسا. تمام كده اهو ان شاء الله يا مسهل. كده خرجت من الاعلان. شايفين كده؟ هي البرامج اللي اشتغلت دي هي اللي عامله المشكله، اللي هي اللايت، الفلاش لايت مش عارف ايه كده. هندخل عليه وندوس الغاء تثبيت حسن. شكرا كده خلاص يا جماعه، الموضوع بتاع الاعلانات خلصت كده. كده خلاص مفيش اي مشاكل عندي. كده موضوع فيروس الاعلانات خلص. وبص كده ادي الجهاز برضو عندي ما اشتغلش اي اعلانات. استنى اهو عشان هنا اشتغل حاجه مفيش. زي ما انتم شايفين هو ما كانش بيكمل معايا ثواني واشتغل الاعلان. زي ما انتم شايفين خلص. مفيش اي مشاكل خالص. يا جماعه انا جبت لكم موبايل مصاب بفيروس الاعلانات، ووريتكم الفكره بتاعت الابلكيشن اللي هو اب واتش ازاي بتشتغل، وازاي بنعرف البرنامج مسبب الاعلانات منه وبنزيله. كده تحافظ على بياناتك كامله على الموبايل من غير فورمات للموبايل، لان الفورمات ده فكره صعبه جدا على كل واحد. لو استفدت في الفيديو ده اكتب لي ان استفدت، واكتب لي ان الفيروس ده مر عليا وعملت ايه فيه. مستني تعليقاتكم في الكومنت، وشكرا جدا ليكم. في امان الله.